حاله من الحالات المهمه وهنقف عندها كتير يا كابتن خالد. لعيبه الزمالك بتطالب ان في لمسه يد وان في ركله جزاء. هنشوف الاعداد بتاعتها وبسرعه هنوصل للقرار عشان ما نقفش عندها كتير. دي زاويه من ضمن الزوايا ولحظه التصويب وهو بيصوب نقف. في البدايه يا كابتن خالد اللاعب اللي هتخبط في ايده الكره اللي هو رامي ربيعه ايده مفتوحه وبره جسمه. لو الكره راحت بالشكل ده هيتحاسب. طب نشوف ايه اللي حصل، نكمل بس ونقف. هو كان عايز بايديه الشمال بس ايديه الشمال ما وصلتش للكوره. في الحاله دي هو ايده خلاص اصبحت جنب جسمه او جزء من جسمه، بالاضافه ان في اعاده ثانيه هتورينا حاجه ثانيه. كمل معانا يا مجدي. لمسه ايده اهي بس ونشوف بقى من هنا. كمل. هتلاقي يا كابتن خالد الزاويه دي تقول لنا هي جايه في جسمه ولا جايه في ايده؟ جايه في ايده. طيب لو هي جايه في ايده هو ايده جزء من جسمه على الرغم من ان هو قافل قبضه ايده، تمام، ولكن هو نجح ان هو يجيب ايده جنب جسمه فاصبحت جزء منها. فبالتالي انا مع استمرار اللعب مفيش وجود لركله جزاء، حتى ممكن تكون هي جايه في الجزء اللي اللاعب ما يتحاسبش عليه. هايله مجدي زي ما اتفقنا. كمل. شايف يا كابتن خالد هي فين؟ في الجزء اللي احنا بنقول عليها عضله العضد، ده الجزء اللي هو ما يتحاسبش عليه. فاحنا عندنا حاجتين، ان هي جايه في الجزء ما يتحاسبش عليه وفي نفس الوقت ايده داخل جسمه او جزء من جسمه، واللاعب بيحاول ان هو يشيل ايده من مسار الكوره الحقيقه، فما فيش وجود لركله جزاء في الحاله دي.